يا حبيبي لا مش هينفع ان انت بتقول ده. ايه ده ايه ده ايه ده ده ايه يا استاذه؟ مش تخلي بالك ولا انت ما بتشوفيش ولا ايه نظامك؟ لا بشوف كويس جدا، بس الظاهر كده ان انت مش ماليه عين جوزك، والا ما كانش خبط فيها الخبطه الحلوه دي. خبطه حلوه دي؟ طب اتكلي على الله عشان خاطر ما قلش ادب عليك، عشان انا قله ادب. تقلي ادبك على مين يا ماما؟ ده انا جايباها من تحت قوي، ده انا شرادك هنا في الشارع وخليكي ما تسويش جنيه. الناس بقول لك ايه، اسكت. وبعدين يعني بتقول لك اسكت. لا هي شكلها حتى يعني ست محترمه ما تقصدش حاجه. حش يا والله يكون لك محترمه. ذوق. تعالى كده. مش عارفه بقولك إيه يا نتجوز حبيبي؟ الشوارعيه دي ازاي؟ مش عارفه. يا ايه مش عايزين مشاكل في الشارع بقول لك اسكت. وبعدين دي طب انا قلت اسكت. شكلها بنت ناس. طب انا قلت انا مش موجوده. وهي شكلها ماشيه عليك خالص. مالكيش دعوه. لا. انا وجوزي انا الراجل وهو الست، ما يخصكيش. لا عايزة يلا في بقى حقك خالص. يلا اتكلي على الله يا اختي، مش عايزين الاشكال دي. اشوفك تاني ها. لا عيب اللي بتقولي ده، مش هينفع على فكره، غلط مش هينفع. انا بصي بقول لها ايه، يلا حبيبتي يلا حبيبتي، مجنونه باين عليها. لا ده انا اللي مجنونه يا اخويا. شكلها مجنونه ايه؟ يا آية، قسما بعزة وجلالة الله لو ما احترمت نفسك يا علي. الناس بتتفرج علينا، ما تبقيش عبيطه. يلا يا ايه امشي. يلا طب امشي قدامي يا علي. استغفر. طب يلا اشكال تعر. يلا امشي. ربنا يهديك يا رب. الست بنت حسن يا بابا. قوم. خير في ايه؟ ابنك ماله؟ جراله حاجه؟ لا يا ريت يجراله حاجه ولا اسمع خبر ونخلص. في ايه يا بنتي؟ في ان ابنك دوت انسان مش كويس، وانسان مش محترم، وانسان عديم الضمير. عارف ليه؟ ابنك انت يخون انا ليه؟ ناقصني ايه؟ ده انا احسن من اي حد، لكن هو اللي عنده النقص جواه. لكن لو عليا انا الحمد لله حلوه ومتعلمه ومش ناقصني حاجه. طب بالراحه، الخيانه انواع. يخونك ازاي؟ والله حصل يا بنتي. يخوني ازاي؟ أيوة. كنت ماشيه يا اخويا انا وهو، راح جه لابس لي في واحده وخبط لي فيها علشان هو انسان مهزأ وعديم الضمير. لا وبيلغاها من ظهري على اساس ان انا باخد على قفايا يا عمي. يا شيخه خضطيني، انا قلت ايه اللي حصل وايه اللي حصل، وهي دي تبقى خيانه؟ واحده ما خدتش بالها اتخبطت فيه، هو ما خدش باله واتخبط فيها. يا بنتي الدنيا على دي وعلى دي، لو الواحد نظر للحاجات البسيطه دي يبقى البيوت اتقفلت وكل حاجه. طلقني يا بابا، طلقني انت فاكره الطلاق ده ايه؟ تصدق انا غلطانه؟ بجيب لك كريم من الاجزخانه. لا يا اخويا مش بتجيب لي كريم، بس انا اللي غلطانه. انا غلطانه ان انا اتكلمت معاك عشان انا عارفه ان انت هتطبل لابنك، علشان خاطر ابنك دوت عيل اساسا مش محترم وانت ما عرفتش تربيه. عشان انت لو عرفت تربيه ما كانش هيعمل كده وانا ماشيه معاه. على الاقل كان يحترمني، كان يقدرني، يعمل لي قيمه واحترام وتقدير. لكن هو انسان مش كويس. انت عارفه يا آية، في الزمن اللي احنا فيه ده الناس كده من الضغط ماشيين عميانين. لو على اللي انت بتحسبيه ده اعتبري مصر كلها اتطلقت، لان الناس كلها ماشيه تخبط في بعضيها وتخبط في الحيطان وتخبط في العربيات. يا بنت انا مالي باللي يخبط، انا مالي، انا ليا اللي ابنك خني. ابنك بيخن انا. برضه تقول خني؟ ايوه خني يا بنتي عاد ما ماشي تقوليش يخبط في كده. البنات. انت متعلمه ومحترمه، خلي الكلام بالعقل والمنطق. بقول لك ايه، بلا عقل بلا منطق، انا عايزه اتطلق منك. قول ابني احرجني في الشارع، ابنك خبط في واحده، بلاش خني دي. انا عايزه اتطلق من ابنك. انا خلاص ما بقتش مستحمله ابنك ده بقى بالنسبه لي هم. ابنك دوت مش هيتعدل. ابنك دوت خاين يا بابا، خاين، وهيفضل طول عمره خاين علشان خاطر الطبع غلب التطبع، وهو هيفضل كده. عارفه يا آية، انت لو رحت قلت عندكم الكلام ده هيقولوا لك ربنا يشفيك يا بنتي، انت اتجننت. لا انت عارف انا ما اقدرش اروح اقول لاهلي كده. عارف ليه؟ عشان انا لو قلت لاهلي كده مش هيخلوني على ذمته دقيقه واحده. بس انا بعمل لك انت احترام وتقدير، وبعتبرك ان انت ابويا مش زي ابويا، عشان في اختلاف على فكره، خلي بالك. كتر خيرك يا بنتي على الاحترام وباجي والتقدير. احكي لك اطلعه لك بقى عشان يتم الاحترام والتقدير. لما يبقى خني ومش عامل لي قيمه واحترام، يبقى يستاهل ان انا اتطلق منه. انسان زي ده ما يستاهلش ان انا اعيش على ذمته حتى دقيقه واحده. ممكن اسالك سؤال يا بنتي؟ اتفضل. لو انا ماشي في الشارع كده ورحت عاملك كده وجوزك شافني؟ لا دي عامله قصد اعتبرها قصد، ذنبه ماشي والقدر جاله. مش بقول لك قاعدين يكفكوا شر الجايين، فيا ماشيين يكفكوا شر الجايين. على الاقل نبقى محترمين وما نقعدش نلغي من ورا ظهري. يا بنتي اعرفها ان ده قدر،
قدر. ما انا عارفه ان انت طول عمرك هتفضل تقول لي ده قدر، وانا عارفه ان انت دايما ما بتجيش معايا ودايما بتيجي مع ابنك. انا عارفه ومتاكده من حاجه زي كده، لكن لو عليا انا دايما بتعتبرني ان انا مرات ابنك، وعمرك ما حطيتني في مكانة بنتك، واني لو بنتك عمرك ما هتقبل ان جوز بنتها يعمل معاها كده ابدا. يعني لو انت بنتي في اب يخرب على بنته، يعني اطلقك عشان ابقى راجل محترم وعندي اخلاق وعندي ضمير؟ اطلقك عشان مجرد ده اللي بيموت واحد بعربيه بيقولوا له براءه قتل خطا؟ في يا بنتي في الدنيا اخطاء، في حاجات نحاسب عليها، العامدا نتحاسب عليه وربنا يسألنا ويحاسبنا عليه، لكن ده قضاء وقدر، حاجة ماشية في الشارع. لو انت ماشية وقع عليكي بيت، خبطتك عربية، خبطتك تريسيكل، بقول لك يا بنتي انا يا عمي غلطانه ان انا جيت واتكلمت لا معاك. إله إلا عن الله. إذنك. عن إذنك. والله العالم ما عادش متحمل، أمال الناس هتعمل إيه؟ وأنا سايبها لك مخدرة. ايه ده؟ ايه ده مالك يا عسل؟ فيكي ايه؟ ايه ده سوري، هو انا سوري؟ خبطت فيك؟ خبطت فيا؟ ده انت شايله دراعي. معلش تتعود. لا المرة بعد كده الجاية. يا عسل تبقي تحاسبي وتاخدي بالك. ليه بس حاسب واخد بالي؟ ما كل الدنيا بتمشي تخبط في كل الدنيا، فعادي لما اخبط في يا جوزي. ست انت ايدك يا مجنونة حبيبتي. ولا ايه؟ ما بتحترمي نفسك شويه. قالك مجنونة؟ مجنونة ايه يا حبيبي؟ لا ده انت لسه ما شفتش جنان. وانتي ايه المشكلة يعني لما اخبط في جوزي؟ وبعدين يعني انت جوزك حلو زي العسل وامور. حلو في عينك، انت عبيطه ولا ايه؟ لا والنبي اضربيني ومدي ايدك عليا وقفي كده يا حبيبتي، وقفي كده. بصراحة جوزك الخبطة بتاعته حلوة قوي وجميلة قوي وهو زي العسل. ما تديني رقم، هي دي مراتك ولا اختك؟ مراتك. عرفت؟ اديني رقمك بقى يا كلمي يا قمر. اسماء. اتكلم واقول انت ايه؟ ايه القطه كانت لسانك؟ اصل انا واثقه فيك يا حبيبي، وعارفه انك عمرك ما هتبص لواحده زي دي. ليه؟ حلوة وزي العسل ومش ناقصني حاجة. الدور اصل انا ماليه عينه. قالك مالية لو عيني. حلوه زي العسل ما كنتش هتعملي الموقف الزباله اللي انت عملتيه ده. مين قالك كده؟ انا عملت موقف زبالة؟ يعني الموقف اللي انا عملته ده وحش يا استاذ؟ اسمك ايه؟ جمعه ابو قرع. استاذ جمعة ابو قرع، والنبي اسمه زي العسل. عارفه تختاري وتنقي. بس بقول لك ايه، جايبه الحلويات ده منين؟ ها جايباه منين؟ ردي عليا. بقول لك ايه، انا استكفيت منك وسكتلك من بدري، قسما عظما ان خدتي بعضك ومشيتي من هنا دلوقتي لاجيبك من فوقك لتحتك واخلي كل اللي ما يشتري يتفرج عليكي. بجد؟ بجد. تف خفت وكشيت وهطلع اجري. اصل ايه، هتجيبني من فوق لتحت وتمسكني تضربني؟ يا لهوي يا ناس هو انت الحقوني. مش شايفه نفسك ولا ايه؟ انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بقول لك أوفر يا قوي. اللي انت فيه ده يا عسل انت ما تتكلمش، ده انت عسل حلو ايه يا زي ست؟ احترمي القمر. نفسك. لا طب احترمي احترمي نفسك. نفسك وكلامك يبقى معايا. احترمي الرجاله اللي في البيت عندك. لا يا قلبي، احترم الرجاله اللي في البيت عندي. قال لك احترم بقول لك ايه يا الرجاله؟ عبدو، دي واحده شكلها طالعه من بيت نسوان، يلا نمشي عشان اللي زي دي مش هتفرق. يعني اللي بيخبطوا دلوقتي في جوازات الناس التانية بيبقى طالعة من بيت نسوان، صح؟ طب اهدي شويه علشان ما صح. تزعلكيش. يبقى صح. انا عايزه اقول لك على حاجه، ادام انت مش عايز تديني رقمك وحسيتك كده مش يلا يا عبدو طايقني نمشي يا عبدو. ومش مستلطفني. استنى يا اسماء. ايه ده استنى لما اشوف اخرها عايزه ايه. انت اسمك عبدو؟ اه اسمي عبده. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الاسم ده كده بيدخل في قلبي كده ان انا هو انت ايه، عاجبك تحفة. الكلام ده يعني ولا ايه؟ مش فاهمه. اه يا اختي عبدو. ممكن تكون واحده مجنونه ونرجعها على عقلها. لا مش اسألي عشان مجنونة. نشوف الموضوع نهايته ايه. مجنونة؟ اخصى عليك يا بودتي، تقول عليا ان انا مجنونة؟ انا اسمي بودتك، آية، عندي 22 سنة، متجوزة، ما تقلقش. انت يا استاذ في ايه؟ في ايه؟ فين انت راجل مش محترم؟ الله. علشان انت لو راجل محترم إيه بس؟ بقولك ايه، اسكت عشان معلش صوتي، وفرجي امة لا اله الا الله عليك. عارف العيال دي كلها فرجها عليك. في ايه يا ايه؟ في ايه؟ فين وانا بتكلم؟ نعم. خلاص بص، انا هقول لك كلمتين اتنين. انت لو مش عايزني وانا مش ماليه عينك تقدر تطلقني عادي يا بكل حبيبتي، سهوله، يا حبيبتي. لكن ما بقاش ماشيه معاك وتبقى انسان مهزأ وقليل الادب وعمال تلاغي البت من ورايا وانا باخد على قفايا بقى. الاغي ايه؟ ما قدام عينك هي عملت ايه؟ انت جايه تلبسيها لي ولا ايه؟ ما حتى لو هي تفوقي مش كده. كويسه. انا انت مالي ايه؟ بقى؟ هي مش كويسه، اللي بتاعتها مش بتاعتي. علي هو انا مش ماليه عينك؟ يا حبيبتي ازاي مش مالي عيني؟ اما بقالي كام سنه متجوزك يا ايه؟ 3 سنين. عمري بصيت بره. اه
اما فشتك بتخوني مع البت اسمها ايه، نوره دي ولا نورهان دي؟ طب افتكرت؟ عمري بصيت جوه لا اهو. ها ما هو انت عمرك ما بصيت جوه، عشان جوه ده انا، لكن بره دي ودي ودي ودي، فده طبعك، والطبع غلب التطبع. يا ايه يا ايه يا ايه، انا متجوزك وانت عارفه ان انا بحبك وان انا ماليش حد في الدنيا الا انت. انت ايه اللي بتعمليه ده؟ واتفرجت علينا حب. الناس كده، الناس يقولوا علينا ايه؟ فاكر ان انت كنت متجوزه عرفي؟ ها؟ انت قلبك اسود ليه كده؟ آه. ما احنا حلينا خلاص الحوار. نور اللي كنت بقول لك تقول لي لا 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 مفيش حاجه، ها؟ ولا البت العيله الصغيره؟ نور دي ساعتها كان لازم اتجوزها. نور دي كانت ياه. خريطه. أنا مش عايزه اسكت. خريطه دي صدى ومقيحه، يا ريت تعرف حد عدل كنت هقول عادي، بس انتوا الاتنين لاقيين على بعض بصراحه. واحده قد كده. اسكتي دي كده. بقول لك ايه يا آية. بقول لك ايه يا علي، احنا مش هندخل الموضوع في سياق تاني، عشان انت عارف ان انا بتعامل سياق معاك. ايه؟ انت هو انت دارسه لغه عربيه؟ استنى مالك بس. في إيه؟ انت جايبني في ايه؟ اللي فات مات، انا دلوقتي في اللي حصل. واللي جاي بقى حي بقى، وانا يا حبيبتي بحبك وعايزين نقفل علينا بابنا ونعيش، مش هنقعد نهري في القديم واللي يبقى فات. انت ليه تعمل كده؟ ليه أنا بتخوني؟ ما عملت- تخليك راجل محترم وتتقل ليه؟ الناس اتفرجت علينا، الله يخرب بيتك يا ماما. يا ماما عيب اللي بتعمليه ده. انا فين انا خنتك؟ واحده جت خبطت فيا وشوفي عملت ايه. انا اتكلمت شفتها حتى رنت عليا الا ما رنت عليا. لا معاك حق والله العظيم. بقول لك ايه، نتقابل في البيت. لا نتقابل في المحكمه بتاع الاسره يا حبيبتي. ايه القرف ده؟ وانا عملت حاجه؟ البت حلوه بس انا والله حتى ما كلمتها ولا حاجه. انا عارفه، انا كنت واقفه بتصنت عليك. تعالى هي تاخدك، ده هي تاخدك. ده انا بقول على اللي خبطت في كتفي عملت بقول لي لك مشكله إيه؟ معاكي يا ايه، وخلت بيتنا هيتخرب. يا ايه كبر دماغك كده وخليكي واحده فاهمه. يا ايه احنا متجوزين وبنحب بعض، ليه بتدخل الشيطان ما بيننا؟ انت بتحبني طبعا يا قلبي. طبعا. فاكره كده يوم لما كنت بجيب لك ورد وبجيب لك هديه وكنت بجيب لك فاكره لما كنت بتجيب لي كل حاجه وبتقول لي I love انا you. ماليش غيرك. كنت بعمل لك قلب كده فاكره لما كنا بنكملوا مع بعض كده اهو. فاكر انت؟ ايوه. ولا إيه؟ انت كداب انت اتجوزتني بس انت كداب طول عمرك، كداب واناني وما بتحبش غير هو عارف انت بتحب ايه؟ بتحب اللي بيكرهك. هو انت مالك كده النهارده من ساعه حوار البيت دي وانت مش على بعضك؟ مالك كده بتغلي كده في ايه يا بابا؟ انا مش بغلي، بس انت لو راجل محترم. انا راجل غلبان وما ببصش لو انا خبطت في راجل ده انا اقطع رقبته تقطع رقبته ليه؟ عشان خبط فيكي. لو انا اللي خبطت فيه اقطع رقبتك انت. صح؟ عادي يعني. تقطع رقبتي انا صح؟ انت عايزه ايه؟ طب ايه رايك انا خبطت في جوزها؟ في جوز مين؟ في جوزها هي. انت بتتكلمي بجد؟ اه ليه بقى ان شاء الله؟ عملت زي ما هي ما عملت فيك. لمنا طب هي واحده مش محترمه انت مش محترمه زيها؟ لا انا ما اسمحش. انا بره اي حد يخبطني عادي، لكن انت ما ينفعش تخبطي حد. بجد؟ اه والله. ليه؟ هو احنا يا حبيبي لما نروح عند ربنا هنقول له اصل انا راجل وهي ست وانا ينفع هيحاسبها ولا ما هي ينفعش؟ بقى. هيحاسبها ليه؟ خبطت في راجل، لكن ما ينفعش مراتي تخبط في راجل. لا يا. انا مرضاش. لا يا ايه انت غلط. لا وفضلت اقول له انت حلو وجميل. لا تخليني وحياة يا ايه ما تخلينيش اضربك وحياة ربنا يا ايه. لاحظي ان انت مراتي وان انا بغير عليكي. الكلام اللي بتقوليه ده عيب. يعني انت بتغير عليا؟ طبعا مش مراتي. وعندك احساس ومشاعر. انا راجل وبفهم في الاصول، والراجل اللي يفهم في الاصول ما كانش غير على مراته. وانا ما كمان ينفعش عندي يبقى احساس راجل. ومشاعر، مش عندي ميه يا استاذ يا محترم يا اخلاق يا ذوق يا اللي متربي. وغير كده كمان ده انا رحت لابوك وحكيت له واشتكيت له وقعدت حكيت له ايه؟ هو انا اللي خبطت فيه؟ واحده جت خبطت فيا، انا ذنبي ايه؟ ما انت فضلت تعمل لها كده أنا؟ كده. ولا يتشل تليفوني ما حصل. انا عملت لها قبل كده. بقول لك ايه، انا مش حابه ان احنا ناخد وندي ونتعب. ليه بنوصل بقول لك للمرحله دي؟ ايوه يا حبيبتي خلاص. وحد الله كده وتعال نروح كده ونشوف لا انا مش الدنيا هدخل إيه. معاك البيت يا يعني. قلبي تعالي يا حبيبتي. انا مش هدخل معاك ما البيت. تخليش الشيطان يدخل ما بيننا. هو لسه ما دخلش. ما انت اللي فاتحه الباب، انا مالي. بقول لك ايه، خلصت الحوار ده. انا ملزومه من بيت اهلي وهروح لبيت ابويا وهقعد فيه، ولما احس ان انت بقيت فعلا محترم وبتقدرني وبتعمل لي قيمه واحترام وتقدير واخلاق، هو ساعتها انت هبدا ان انا تقدير هرجع وتخليه لك. واخلاق في ايه؟ هو انا عملت لك حاجه زعلتك؟ ايه يا ايه براحتك يا ايه. عايزه تروح عند بيت اهلك وروحي ما دام انت هروح. حابه كده براحتك. لا انا كده اتحايل عليكي بقى وابوس على ايدك ورجلك. اتقي الله وبعدين في هتروح نفسك. عند اهلك تشوف الحمام مالكش ده. دعوه. اتقي الله في نفسك واتقي الله في بيتك وفي مراتك، وخليك عارف ان كما تدين هو انت تدان. يا اخي الايام دي كنت شغاله مدرسه لغه عربيه، في ايه مالك؟ ايه المصايب دي؟ انا بتاع نسوان ما قلتش حاجه حقيقي، بس يعني البيت اللي حصل منها ده انا مالي، مش ذنبي. هي اللي جت خبطت فيا، سامحني يا رب.
بقول لك ايه يا بابا، انا كنت رايحه عند بيت اهلي بس قلت اقدرك واجيلك. كتر خيرك، عملت أهو. الصح. يابا أستاذ فين؟ شرف. ايه ده انت مش رحت عند بيت ابوكي؟ ما هو ده ابويا. ده ابويا. لا ده ابويا انا. في ايه بقى؟ مراتك تقدرني وانت ما تقدرنيش يا يابا عم. ما قدرتكش في ايه؟ دي مراتي دي دماغها مهويه وراحه منها شويه. يا لا ابني ده ما عايزه تمشي. عايزه كل شويه مش عارف، اصل انت عكست، اصل انت كلمت، اصل واحده ماشيه يابا خبطت فيا، انا ليا ذنب؟ يا ابني لا انت أنا مالكش عارف ذنب لو الموضوع هي ده. اللي عملت كده، بس ليك ذنب ان انت تفضل تلغاها من ورا ظهري يا علي. يا ابني ده قدر وعدى، قال المشاكل اللي انتوا عاملينها. انا لا بتاع ده حاجات هايفه يابا، وقلت لها يا بنتي الناس انت عارفه انا بحبك قد ايه، وانا عمري ما هبص لحد جوه ولا بره والحاجات دي يابا. ولا انت كداب. ومش عايزه اتكلم عشان ابوك واقف، عشان لو اتكلمت هزعلك مني بجد. سامع يابا الكلام اللي يزعل؟ سامع يابا؟ لا انت اللي سامع. يا اخي بتدلع عليك، ما تبقاش غشيم وتاخد الكلام كده بعبط. ماشي انا اللي دلعتها. خلي صدرك واسع. انا دلع فيها هو اللي خلاها كده. دلع خلي فيا. صدرك رحيم كده واقبل الكلام ببساطه. حتى مش عارف تتكلم. واقبل الكلام حلو. تخلي صدري واسع؟ ده لو خليته واسع اوسع من كده دي هتركبني يابا، ما تاخد بالك من كلامك. ايه اللي يا انت أخي بتقوله انت ده؟ ما بتشوفش، دي طيبه، دي غلبانه، دي لا 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 دي نسمة، دي ملاك، دي بس يا مسكت. بقول لك ايه يا علي، انا صلى على بتكلم الحق النبي. عشان قدرتني وجيتني. صلى على النبي عليه يابا. الصلاه والسلام. صلى على النبي يا علي، احنا عايزين نحل الموضوع دوت. انا مش عاجبني البهدله اللي احنا فيها دي، وغير كده ولا انا ولا انت اللي هنتبهدل، العيال وسطنا اللي هيتبهدلوا. صح يا انا بنت. وانت هنفضل نعاند في بعض. هو انت شايفاني بشحت بيكي العيال هتتبهدل؟ ايه يابا بقول لك أيوة إيه العيال آية؟ هتتبهدل لو إحنا انت اتطلقنا. بنت الناس عايزه تعيش ولا مش عايزه تعيش؟ عايزه اعيش بس لما تبقى راجل محترم. لا انا محترم. لا انت مش وعيب محترم. لما تقولي كده وابويا واقف. لا مش عيب، انت مش محترم. شوف نقر. بص يابا بتكلمني زي ما بكلمها. ما تضربيه بقى وانا ما جاياني لا اضربيني صح. وتقولي لي انت بتتحازل ابنك. اضربيني زي ابويا ما بيقول، ما تضربيني. انا قلت انت بنت بص وهو ابنك. اسمع خلاص يا بابا، أنا سكت أهو. ادي يابا اللي أنا جاي سكت. يدافع عنها يابا. أنا سكت. ماشي. مش عارف اقول حاجه منك. بص شوف انا سكت اهو. اتفضل خد اتكلم. مراتك وروح البيت يا عم. بتيجي بس تقول لك الكلمتين روح خد وتعيط بالك وروح. لك وانت بتصدق. خد دي بالك وروح يا دي بنت. شطانه دي. ما انا شطانه؟ بص انا شطانه؟ بص هخبطنا يقسم بالله. يا ولاد أهو، انا اطول شايف؟ منكم انتوا الاثنين، اما اقعد عشان اقعد في الارض يا ولاد. يابا عيب كل عليكم. الموضوع ان هي يعني دماغها صغيره شويه، يعني مثلا ايه اي حاجه هايفه ده ويتفرج علينا الناس يابا ينفع؟ يا علي سيبنا بقى من شغل العيال اللي ما احنا تسمعي بنعمله بقى يا ده. بنتي، انا بص يا سبتكم بابا. تضحكوا مع بعض كتير وتتكلموا كتير، خلينا نتكلم في الجد. اتكلم يابا. والاحترام والاصول. انا واثق فيك. يا بنت الناس انت ست، لازم أن تحافظي على بيتك وعلى زوجك عشان انت بتقولي الاولاد والدنيا ما انت عاقله وفاهمه الدنيا اهو. لو كل ست اتقمصت وزعلت مع جوزها بالطريقه دي البيوت هتتقفل. فيا بنتي دايما الراجل بيبقى جاي طمعان في الست بتاعته، يقول كلمه كده هو ماشي في الشارع يضحك كده يعمل كده. يا بنتي عادي الدنيا ما اتقفلتش، الدنيا مفتوحه والدنيا حلوه. بلاش احنا نوحش الدنيا ونتعصب. ها ايوه انا وانت يا معاك. ابني برضه معلش مراتك أيوة. لها حق عليك. ايوه انا فاهم. ايوه يجب تقدر مراتك وهي ماشيه معاك وتحترمها. الشارع ده له احترامه، والناس في الشارع اللي ماشيه لها احترامها، وانت برضه لك احترامك. فلو حصلت حاجه بلاش تتكلموا في الشارع، خدوا بعض وصلحوا الامور في البيت. أنا قلت طالما اتقفل عليكم باب صلحوا اموركم وانسى ان حصل اي حاجه. سمعتي؟ اللي في يعني الشارع نقفل ده يا الباب بنتي ده علينا وما نقعدش نتكلم. بقول لك ايه يا اخويا، سمعت. وعامة زي ما ابوك مات نخلص مشاكلنا في البيت. يلا كده يا زين ما العقل. كان من الاول. خلاص يا ابني خد بالك من مراتك دي امانه، حافظ عليها دي وتهدى امانه فيها. دي امانه. يا رب ينزل لها كده من فوق لوحده او تطلع في البلكونه قدر وياخد. على السلامه يابا. روح يا ابني مع الف ربنا يهديكم. روح يا ابني والله العظيم انا عارف لو كل بني ادم يا جماعه